ومادام موسم الشتا جه وموسم البطاطا جه يبقى لازم نعمل البطاطا بالبشاميل، من احلى الحلويات واسهلها. ان شاء الله هنعملها مع بعض في الفيديو ده بطريقة سهلة وبسيطة. زي ما انتوا شايفين الفيديو بيتكلم عن نفسه. معانا هنا كيلو من البطاطا مقشراه ومقطعاه قطع زي ما انتوا شايفين كده. حطيته بقى في حلة او كزرونة اللي عندك حطيه، وحطيت عليه نص كوباية من السكر، والسكر ده بتاعك، لو حابة تقللي عن كده قللي، ولو حابة تزودي زودي. وهنوطي عليه النار ونسيبه لغاية ما يستوي خالص، وممكن نحط شوية مية صغيرين. جبنا بقى كزرونة تاني وحطينا فيها معلقتين كبار من الزبدة الصفراء ومعلقة ونص كده من الدقيق، وهنقلبهم كده مع بعض كويس جدا. عايزين الدقيق والزبدة تبقى كريمي كده وانت بتقلبيها، لازم تبقى الزبدة يعني مش منشفة الدقيق، لا تبقى طرية معاه زي الكريمة كده زي ما انت شايفة. واول كده ما تصفر سنة بسيطة هننزل بنص كيلو من اللبن الساقع. واول كده ما ننزل بنص اللبن هنقعد نقلب بالشكل اللي انتوا شايفينه بالمضرب كده، علشان طبعا الدقيق ما يكلكعش، وعلشان انا عايزة بشاميل كريم. بعد كده هنحط بقى السكر زي ما انتوا حابين تزودوا برضو عن كده. انا حطيت حوالي 4 معالق كبار من السكر، وحطيت رشة من الفانيليا. لو عندك معلقتين قشطة كده ممكن تحطيهم زي ما تحبي. هنفضل بقى نقلب كده لغاية ما البشاميل يتقل معانا واللبن يغلي ويبقى بالشكل اللي هتشوفوه في الاخر. ده بقى البشاميل الحلو. هنا انا حطيت الفانيليا، ممكن يكون المقطع بتاع التاني بس عادي جدا. طبعا احنا بقى كنا حاطين البطاطا على النار وشلناها بقى. اول ما استوت هنهرسها بالمعلقة عادي جدا، وممكن كده ايه نفوت قطع صغيرة بتبقى حلوة جدا، يعني مش لازم نهرسها قوي قوي. لما بنيجي ناكلها في الاخر بتعمل تستحل. جبنا بقى صينية حوالي كده 22، حطينا طبقة من البشاميل بسيطة جدا مش كتير، بس انا حابة كده البطاطا تبقى طرية وحلوة من تحت كمان. وهنسويها بقى بمعلقة بسباتولا اي حاجة باللي عندك. بعد كده هننزل بالبطاطا اللي هرسناها وهنسويها في الصينية كلها زي ما انت شايفة كده لغاية ما تبقى متسوية بالصينية. وهننزل بقى ببقية البشاميل الحلو اللي احنا عاملينه ده بالشكل اللي انتوا شايفينه. وبعد كده هنحطها بقى على الشواية، ممكن نشغل تحت دقيقتين كده عشان تمسك نفسها وتاخد تحميصة حلو، وممكن ما نشغلش من تحت يعني. وبعد كده هنشغل الشواية لغاية ما توصل للون اللي انتوا شايفينه. هتاكلوا احلى بطاطا بالبشاميل ممكن تعملوها، حلوة جدا ومفيدة جدا، وحاجة كده يعني تحس ان انت بتاكلي حاجة دلع كده وانت بتاكليها. من احلى الحلويات اللي بحبها، وطول الشتاء لازم اعملها. بس خلي بالكوا طبعا لان هي بتزود الوزن قوي قوي قوي، بس بصراحة يعني ما اقولكوش على جمالها. تستاهل التجربة، وتستاهل ان ممكن يعني تزيدي 2 3 4 5 6 كيلو كده بسببها في الشتاء كله. جربوها مش هتندموا. واهم حاجة ما تنسوش اللايك وما تنسوش المتابعة للصفحة بتاعتي اكلات مطبخ بوسي. وشكرا على متابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.